انا بقول ان انا محسوده، ما هو اللي بيحصل معايا ده مش طبيعي. قلت لكم السدال، قلت لكم العروسه، وهرقيني من عين كل اليوتيوبرز اللي بيحقدوا عليا ومخليني مش عارفه اتشهر، من عين كل البلوجرز والفود بلوجرز الاثنين مع بعض. يلا اهي ومن عين الرجاله برضو احتياط عشان هم عاملين قلق الفتره دي. ايه ده؟ ستوب يا ابني، العبط اللي بعمله ده. استنوني بعد الانت. الحسد يا صديقي اكتر ظاهره اثرت في حضارات وفي ثقافات كتير جدا، حتى الموروث الشعبي بتاعنا مليان بحاجات كتير جدا الوقايه من الحسد، زي العروسه اللي كنت ماسكاها في الانترو كده. فكنت بقرا كده في كتاب المسكوت عنه في التاريخ، وسالت نفسي سؤال: هل المصريين القدماء كانوا عارفين الحسد وعندهم طرق للوقايه منه؟ بالفعل يا صديقي المصريين القدماء فعلا كانوا بيامنوا بالحسد وكانوا عارفينه، وكان عندهم حاجات للوقايه منه، زي مثلا الخرزه الزرقاء، ودي كانوا بيعتقدوا ان هي بتمتص الطاقه الشريره من عين الحاسد. كمان الخمسه وخميسه، مش بخمس وشكم يعني، بس هي الخمسه وخميسه، رقم 5 كان مقدس جدا عند المصريين القدماء، علشان كده كانوا بيستخدموه للوقايه من الحسد. كمان عندهم عين حورس اللي اعطتها له ربة السماء نوت بعد ان مزقها عمه الشرير ست. في كمان الهاتورات السبعه، الهاتورات دي هم 7 جنيات موجودين في قصه الاخوين، حاجه من الميثولوجيا المصريه القديمه. الهاتورات دول بقى كانوا بينفخوا في خيط احمر مليان عقد، ده للسحر والحسد، وطبعا ده اللي اتذكر في القران: النفاسات في العقد. وزي ما شفت يا صديقي ان الحاجات دي اغلبها كلها موجوده لحد دلوقتي في الموروث الشعبي، ولسه في ناس بتستخدمها. يعني اكشلي العروسه اللي انا كنت ماسكاها في البدايه دي كانت بتعملها وانا صغيره، قال يعني كنت محسوده وباعيه قصوت لسه معي لحد دلوقتي، يعني عشان ده عبط. عشان كده يا صديقي اي موضوع لازم نفسره بالعلم. فهل الحسد اتكلم عنه العلم؟ هذا ما سنعرفه الان. بصراحه يا صديقي في حاجه زي الحسد فالبحث كان صعب جدا، لان انا لقيت نظريات كتير جدا، في منها اللي فيه شويه واقعيه وفي منها اللي ما فيهوش اي واقعيه خالص، لان حاجه زي الحسد صعبه جدا ان احنا نبحثها. فهقول لك والله اللي لقيته ورزقنا على الله. في نظريات فسرت ان الشخص الحاسد لما بيكون متوتر جسمه بيفرز كميات عاليه جدا من هرمونات التوتر زي الادرينالين والكورتيزول، وده اللي بيأثر عليه وبيخليه يقوم بتصرفات عدائيه جدا قدام الشخص اللي بيحسده، فبالتالي الشخص اللي بيحسده ممكن يصيبه حاجه يعني من العدائيات دي. اللهم احفظنا يا صديقي. طب وبخصوص العين، والله يا صديقي في نظريه بتقول ان العين بيطلع منها بايو فوتونز، يعني كميه ضوء قليله جدا. البايو فوتونز دي هي الطاقه بتاعتها اللي بتعمل الاذى للمحسود. الموضوع ده ما اثبتش علميا لان صعب ان احنا ندرسه اصلا، يعني هنجيب العين ونقعد نشوف الفوتونز اللي طالعه منها واثرت ولا لا، صعب وقياسه معمليا، بس نظريه موجوده. في بقى نظريات بتقول ان الجسم اوريدي اصلا بيطلع منه موجات كهربائيه وموجات كهرومغناطيسيه، الشحنات والموجات دي بتكون موجوده حوالين الجسم. طاقة الحسد بتبتدي ان هي تغير ترددات الشحنات دي، فهم بيفترضوا ان الفوتونز دي لما بتغير الترددات بتاع طاقة الجسم المحسود بيحصل له بقى الخلل والحاجات دي كلها. بس العلم برضو ما قدرش ان هو يثبت الموضوع ده، بس بيقولوا ان الطاقة بتاع الانسان دايما بتتأثر جدا باي طاقة سلبية، فعلشان كده بيتأثر المحسود. في بقى تفسير نفسي وانا بمله شوية بصراحة، بيقول ان الشخص لما بيعرف ان هو محسود دايما بقى بيبتدي يحس بالتوتر ويحس ان هو مراقب من الجميع، تركيزه يبتدي بقى يركز مع الجميع وما يركزش مع نفسه، فبالتالي تركيزه هيقل مع نفسه وهيبتدي ان هو يغلط وهيحصل له الحاجه اللي خايف ان هي تحصل له، وده اللي بيسمى ب سيلف fulfilling prophecy، يعني النبوءة التي تحقق ذاتها. يعني خلاصة دي ان انت من الاخر ركز في حالك يا ابن الحلال عشان انت اللي هجيب الاذى لنفسك. الخلاصة من النظريات دي كلها العلم ما قدرش يوصل لحقيقه واضحه للحسد، يعني ما يقولش الحسد سببه كذا، زي ما نقول الانفلونزا مثلا سببها فيروس، مفيش تفسير زي ده، لان ببساطه الحسد مش شيء مادي اقدر احطه في المعمل واعمل عليه كل التجارب اللي انا عايزها علشان اعرف السبب بتاعه. ممكن الاحظ الاثر بتاعه وادرسه، بس في عوامل تانية كتير قوي في الحياه بتتدخل في ده، فبالتالي ما اقدرش اعزل الحسد بس يبقى هو العامل الاساسي في اللي بيحصل للمحسود. وبشكل ديني الحسد مذكور في القران وخلاصته معروفه: أذكارك والمعوذتين وبعد كده لا تقلق، علشان قلقك وخوفك من الحسد هيخليك دايما قلقان ومتوتر ومش مركز في حالك نهائي. كمان هيحرمك من متع الحياة اللي حواليك، هتبقى دايما عمال تخبي في كل حاجة انت بتعملها وانت اصلا موكوس ما بتعملش اي حاجة. انت اللي هتأذي نفسك بنفسك بكتر ان انت مركز ان كله حواليك بيحسدوك وانت اصلا حالك يصعب على الكافر وما تتحسدش. ركز في حالك، هتفضل تعلق خيبتك على شماعات الحسد والحقد. والله يا صديقي يعني انت خيبتك واضحة وصريحة جدا، مش محتاجة ان انت تعلقها على حاجه. يعني مثلا انت ما اتحسدتيش فبطلت دايت، انت اللي مفجوعه وبتصحي الساعه 2 بالليل وتاكلي، يعني ده انت السبب مش الناس اللي حسدت. وانت يا حبيبتي اللي بتقولي ان البلوزه اتقطعت بسبب الحسد، هي البلوزه زي الزفت، الناس كانوا بيجاملوك بيقولوا لك ان هي حلوه، انت اللي استرخصتي وجبتي 5 بلق فاتقطعت على طول. اما انت بقى يا حبيب اخوك فانت ما بتشتغلش عشان انت كسول، مش عشان الناس حاسداك، انت اللي عايز تبدا كمدير وانت على الله حكايتك اصلا. وانت يا حاجه الله يكرمك يعني ابنك جاب درجه وحشه علشان هو فاشل ومش بيذاكر، مش عشان جارتك شافته وقالت الله ده ما شاء الله عليه هي بتجاملك.
الواد اصلا فاشل ما بيذاكرش. فما تعلقيش خيبتك وخيبه ابنك على شماعات الاخرين. فالخلاصه ركز في حالك، شوف الاسباب اللي عامله الحاجه اللي مضايقاك دي وحاول تعالجها، حصن نفسك وبافكارك، وما تركزش ان انت تعلق خيبتك على شماعات الاخرين. ودايما لما تشوف حاجه حلوه قول ما شاء الله، عشان الناس برضو ما تشكش فيك ان انت بتحسد. وبس كده، وتقولي بقى دعوه حلوه عشان انا شاكه اني محسوده. اللي بيحصل معايا ده مش طبيعي، بهزر. سلام.